بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتنا، حيا الله أهلنا، حيا الله شعبنا. صباح الحرية، صباح الكرامة، صباح الشهامة وصباح الشهادة وصباح النصر المظفر الذي يأتينا من هناك، من أقصى الشرق، من عرين البطولة، من عرين الأسود، من دير الزور، أحرار دير الزور الذين يخوضون معارك عنيفة ضد هذا الجزار الذي استباح الأرض الذي استباح الأرض واحتل الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. النصر أيضا يأتينا من المدن التي تقصف في هذه اللحظات، دير بعلبة حتى هذه اللحظة هناك أنباء عن 4 شهداء وعشرات الجرحى جراء القصف العنيف الذي تشنه عصابات وشبيحة الأسد على دير بعلبة والريف الحلبي بيانون وحيان والباب. القصف لا يزال مستمرا باستخدامات الطائرات المروحية الأسدية. بدايتنا أحبتنا، وكما تعودنا أن نأخذ جولة معكم في رحاب جيشنا السوري الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشرطة عبد القادور من مرتبات مصر بلدة الباب، أعرف الشقاق عن الجيش الأدبي وانضمامي إلى الجيش الشرق جديد الحجاج، وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشرطة عبد الكريم درويش، أعرف الشقاق من الجيش الأدبي وانضمامي إلى الجيش الشرق جديد الحجاج من بلدة الباب، وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رقيب المجلد المحترم عبد الحميد محمد الحاج أحمد من مرتبات الفرقة 14 الفوج 556 قوات خاصة، ومع 2 من زملائي وهم رقيب المجلد المحترم أحمد عبد اللطيف الضامن. من مرتبات الفوج 556 الفرقة 14 556 والمجلد حسن عبد الرحمن القاسم. من مرتبات فوج 47 قوات خاصة نعلن انشقاقنا من الجيش الأسدي القائم وانضمامنا إلى الثوار الأحرار لما رأيناه من ارتكابات المجازر بحق المدنيين العزل، ونشكر كثير الساريس الجبل التي أمنت لنا عملية الانشقاق. وعاشت سوريا حرة بها، والله أكبر والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر والعزة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم المؤمنين. صدق الله العظيم. أنا الطالب الدور المتوسط محمود غالي الحيدة من مرتبات كلية الحربية، أعلن انشراحي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش الحر لواء رجال الله، وهذه هويتي. بسبب ما رأيته من قصف وتدمير وقتل ممرض النساء والأطفال قامت به عصابات تسلو شبيحتهم في مدينة رستن وباقي المدن السورية التي تشهد حراكا فوريا، وكنت شاهد عيان على التمييز الطائفي الذي قام به النظام بمعاملة زملاء الضباط وصف الضباط في المنشآت التعليمية العسكرية وخاصة الكلية الحربية، وذلك بزج جميع الطلاب الذين تشهد مناطقهم الحراك الثوري في السجون والمعتقلات خوفا من أن يقوموا بالانشقاق بعد معرفة ما حصل في مدنهم. فاتبع لذلك جميع الأساليب لمنع الطلاب من معرفة ما يحصل في الخارج، فقاموا بمنع الإجازات مدة 7 أشهر، ومنع جميع وسائل الاتصال بالعالم الخارجي لأنهم يريدون تصفية الكلية الحربية من الطلاب السنة كي يعيشوا ضباطا في المستقبل. عشت معاصر سورية حرة أبية، والنصر قريب بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر. خلاص بس
الجيش الحر بعملية نوعية في دار عزة تم من خلالها استيلاء على مدفع وأسلحة ثقيلة وذخيرة، وسيحدثنا النقيب علي شاكردي عن العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر عملية من العمليات النوعية التي قام بها الجيش الحر، لأنها قامت بمؤلفة من عدد من الضباط الاختصاصيين القادرين على تنفيذ العملية بشكل مميز جدا. وقد شارك في هذه العملية اللواء الشهيد عبد القادر موسى بقيادة المقدم حكمة عبد الوهاب، وكتيبة شهداء الحريق بقيادة المجموعة أحمد حلو، وكتيبة الأمجاد بقيادة النقيب علي شاكردي. إننا نهدي هذه العملية إلى روح الشهيد الطاهرة محمد القش الذي استشهد في هذه العملية، وإلى شهداء المعركة قاطبة. إن هذه المعركة تم فيها السيطرة على سرية 57 من الفوج 111، وتم الاستيلاء على كافة المدافع وكافة الذخيرة، وتم من خلال هذه السرية قصف السرايا، الضرب على السرايا المجاورة لهذه السرية، والسيطرة على الحاجز الأمني بجانب هذه السرية من قبل كتيبة شهداء الحرية وباقي الكتائب. إن هذه العملية تمت ردا على العدوان الذي يقوم به الجيش الهمجي على المنطقة الشمالية لريم حلب وغرب حلب، بالإضافة لأن هذه السرية تخطط على منطقة سبتان الجبل، وهذا الحاجز الأمني الذي دائما يسيء إلى المنطقة ويحاول التدمير ويحاول قصف المنازل. تكبير! الله أكبر! تكبير! النقيب علي شاكردي قائد كتيبة أمجاد الأطارد يكلمنا عن الذخيرة التي تم الاستيلاء عليها في معركة دار عزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الذخيرة جزء من الذخيرة التي تم الاستيلاء عليها في المعركة التي دارت في دار عزة، وشارك فيها عدد من كتائب المنطقة. هذه الذخيرة هي ذخيرة منطقة 57 يستخدمها النظام الخائن في القضاء وفي قتل أطفالنا. إن هذه الذخيرة، إن كل طرقة أكثر من وزن الطفل. إن هذه الذخيرة سأقدمها هدية لرئيس روسي بوتين، إنه يقوم بذبح أطفالنا وهو مشارك في هذه الجريمة. سأعيدها إليها رجالا لأننا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الجمعة 22/6/2012 انتشار عناصر كتيبة البراء في أحد أحياء دوما الهامة في الخط الأمامي لتصدي قوات العدو الأسدية. خذ مكانك، طلع السوا.